عاشور لازم يجوا مع بعض. الفنانين بتوع الكاميرات هاني وعاشور بقى دول هم كلهم حبايب قلبي والله. لازم يجوا مع بعض. هاني وعاشور دول الاثنين يعني اللي بيعملوا البروموهات بتاعه القناه، اللي بصراحه شغالين بيساعدوهم برضو. هاني تعالى لانه انا على المستوى الشخصي معجب بهاني. هاني كمال عبقري يعني. اما تشوف لا خلينا بس فريق وعلى عيننا وراسنا وكل حاجه. لما تشوف بروموهات هاني كمال تحس ان الراجل ده وصل الفكره دي ازاي، عملها ازاي. من بينهم البرومو الاخير بتاع ملعب الاهلي اللي بيتكلم فيه كابتن بكر. كابتن بكر هو اللي حل البرومو ده بامانه. انما انت عبقري. انت عبقري. لا ما فيكوش ولا حاجه بس ده حقه. لا وفي البحث عن الدرع. ماله مايك اسامه. الدرع في الجزيره. ها؟ كان حلو قوي في الجزيره طبعا، ولسه ليه تكمله كمان. المايك بتاع اسامه. عايز تقول حاجه هاني؟ حاسس انها في مسابقه ملعب الاهلي. لا انا عايز اقول ان احنا القناه دي زي بالظبط الفريق بتاع النادي. احنا بنلعب بنفس الشكل. بس انت وعاشور عاملين فريق جامد جدا. لا احنا كلنا مع بعض. ها؟ ما هو انتوا مع بعض. انا ما قلتلكش انتوا بتكونوا. واستاذ اسامه مشرف علينا، وعطيه، وسامح انور، وحازم، مين تاني؟ مين اللي بيطلع الفكره؟ قول لي مين اللي بيطلع الفكره؟ اوقات اسامه رشيدي، واوقات انا، واوقات عاشور، واوقات بنجمع افكارنا مع بعض تطلع فكره رابعه. يعني بنعمل ده. بس في حاجات بتحس ان هي اما تتعمل ده كان عايزه واحد بيمخمخ قوي. ما الحمد لله بقى. انت عايز تقول ايه يعني؟ عايز تقول ايه يعني؟ تنزل الميدان. لا ما هو بينزل الميدان ياخد الجو ويبدع. الميدان مش كده؟ الميدان ده طاقه ابداع لوحده. كمل يا اسامه. لو طبعا بيساعد هاني وعاشور منترين عطيه واحمد بهجت. وفي طبعا معاهم سامح، والسامح برضه عنده شغل. وفي محمود حازم. في احمد اخراج طبعا مع عبد الحليم، ومعاه الدكروري اللي طبعا عامل مجهود رهيب. الدكروري في استاد القاهره وبياخد حبيب الشرطه. حبيب الشرطه فعلا. كلهم بيتخانقوا. الدكروري طبعا مراسلنا محمد سعيد ومحمود خالد ورامي المشد انا شايف مدام عزه مدام عزه عثمان مجبره. اتفضلي خلاص اتقال اسمك. اتفضلي مدام عزه عثمان. ونوها كمان فين؟ ونوها معاكي ولا ده من غير الاثنين دول الاداره الهندسيه واللي عامله مجهود، اللي عملت مجهود رهيب لقيام هذه القناه كلها على بعض. من غير مدام عزه ونوها الصوره ما تجيش. لا طبعا. لا انا بشوفك بتعملي. فعلا ما تجيش. امال انت بتزعقي ازاي؟ ما ينفعش. كل دول بيسكتوا لما بتكلمي. لا ما بزعقش ولا حاجه. لا مش كده. لا ده كلهم، كل واحد من دول ليه بلاطه في المكان ده. بلاطه بمعنى ولا ليه مربع. لا ليه مربع. كلنا كل واحد فينا ليه مربع. انا ده رايي شديدة. ومن غير المربعات دي كلها عمرنا ما كان هيطلع حاجه. شفتم؟ ولسه برضو الاستاذ مصطفى والاستاذ محمود البط دول ليهم مربعات كتير. وصبحي بقى صديقنا وصديق حضرتك ده ليه اكبر مربع. الفلوس. اسمح لي يا اسامه، اسمح لي. احنا دلوقتي في ناس بتصورنا، يا ريت هم يجيبوا بعض. يعني يا ريت يجيبوا بعض. وفي زيزو. اعملوا باكورد. طب مصطفى انت. طب احنا لسه في حد باقي ورا ما دخلش. طب تعالى مصطفى واشرف. بس تعالى يا محمود حنفي. تعالى يا محمود اللي بتستخبى ورا الكاميرا. بتستخبى ورا الكاميرا. تعالى. اداره السيارات. محمود ده في واحد بقى مستخبي. طول ما احنا ماشيين في الطريق بينقي المطبات. شيخ حسني بقى ايه؟ شيخ حسني نجم اللي بيعمل ده اللي انا بتعبه. ده اللي انا بتعبه. كابتن واللي بتاع الستريتور فيه طبعا. في لسه على فكره قد الناس اللي موجوده. اهم واحد الاستاذ مصطفى جمعه. احنا دايما بس لسه في بقى لسه ايه؟ قد الناس دي. لا بس هو فين؟ هو استاذ مصطفى جمعه نداء. هو الاستاذ محمود البط. يا ريت يعني اهم اثنين. واحد اعلانات اللي بتقبضنا، المشرف العام على القناه، واستاذ محمود البط، والاستاذ مصطفى مدير التسويق اللي عامل الشغل كله. طبعا. مش كده ولا ايه؟ طبعا. فين هم طيب؟ طب ايه نداء؟ طب صبحي احنا عارفين هو ما جاش ليه الصبح. داخلين. شوفوا بقى عندنا. تعالى محمد تعالى من الخدمات المعاونه برضه. محمد تعالى محمد. طبعا كريم وعماد عشان يبقى كل الناس شافت. الناس عندنا ناس كتير. الشاي الاخضر بتاعك هايل يا محمد. انا بس عايز اقول مصطفى جمعه اهو. تعالى يا استاذ مصطفى. مصطفى جمعه والاستاذ محمود البط.
عرف نفسك. مصطفى جمعه. ايه يعني واحد عضو من فريق العمل الجميل. عندك انت دايما يعني متواضع. لا بالعكس والله، انا واحد بمثل عنصر بسيط من فريق العمل الجميل. بشكر كل زملائي، وفي المقدمه طبعا تملي بنقول نجوم القناه ومن مقدمين ومحللين، وان احنا النهارده بنخص برنامج ملعب الاهلي، ونفس التقليد ده ان شاء الله هنشوفه بكره وبعده في كل برنامج. هنحتفل بالكرو، هنحتفل بموسم كلنا اشتغلنا فيه، كل التيم اشتغل فعلا تيم واحد وكنا خليه واحده. فبشكر الجميع وبشكركم وبهني جماهير النادي الاهلي وبهني النادي الاهلي. قلت له القناه هتروح امريكا، قال القناه حاليا ان شاء الله موجوده اوريدي في امريكا. يعني كل برامجنا الحمد لله بنشوفها في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه وكندا واستراليا، وان شاء الله باذن الله ده كان خبر برضو ان شاء الله في خلال شهر هنغطي اوروبا كلها. هتكون قناه النادي الاهلي 24 ساعه، فهتغطي اوروبا كلها، وبكده هنكون تقريبا بنغطي العالم كله ان شاء الله، ونكون اول قناه رياضيه مصريه بتغطي العالم كله باذن الله تعالى. يا رب. الويب سايت استاذ محمود، والويب سايت كمان في خلال 3 شهور هيكون في لايف ستريمينج او في بث مباشر على الويب سايت. يعني اي حد معاه ويب سايت ومعاه لابتوب او معاه كمبيوتر وموجود في اي مكان في العالم ممكن هيدخل ويتفرج على لايف على الماتش او على البرنامج اللي بيتذاع على شاشه قناه النادي الاهلي. طب الكابتن بط بيجيب العادات منين؟ محمود البط لازم يقول يعني الممول. الصراحه يعني احنا عاوزين نعرف قوته فين يعني. الممول بتاعنا استاذ محمود البط. حضرتك مبروك. وبس عايز اشكر بس شريكنا اللي هو مش موجود معانا، اللي هي وكاله الاهرام، عملوا مجهود جبار معانا طبعا. الحمد لله اكوردنج للريسيرش ان احنا بقينا رانك نمبر 1. طبعا شكرا للتيم كله، التيم كان الحمد لله بجد يعني مش عارفين نقول ايه بجد يعني. شكرا جزيلا ان احنا يعني في مرحله صعبه جدا، وان احنا الحمد لله بمجهودكم ومجهود كل الناس وصلنا لرقم 1، ويا رب نحافظ على هذه المرتبه ان شاء الله. تعالى بنشكر كمان كابتن شناوي مش موجود معانا، ورمضان، وكابتن محمد رمضان، وكابتن طه بصري، وكابتن جمال عبد الحميد، وكابتن حمزه الجمل، كابتن حمزه الجمل، كل من ساهم معانا بتوع الانتاج اللي ما جوش، احمد عباس وهاني هشام. احنا نكمل الباقيين بعد اذنكم. طبعا في عندنا مجموعه في الاعداد. عماد يوسف موجود، يا ريت تخش يا عماد. وكريم ابو حسين. لا دول وحازم. ها؟ وبرجاوي موجود، يا ريت برجاوي اللي اسمه قالوا الكابتن محمود بكر فاصبح اشهر اسم في مصر، فعايزين نشوف شكله، الناس تشوف شكله. علق الصوره وتعالى برجاوي. تعالى يا برجاوي. يعني الراجل بقى اسم شهير جدا. طب اطبق الاسم على الصوره. حضرتك ما قلتش جبالي، ما قلتش جبالي هنا. محمد الجبالي. كابتن بكر قطعنا كلنا. ياما قطع لي جبالي، ياما قطع لي قمصان بالبتاع اللي بيحطها الشدايه كده. هو كابتن بكر قطعنا كلنا بصراحه، ما سابش حد ما قطعوش. اهو تعالى يا سيدي، تعالى يا عم، تعالى تعالى يا جبالي، تعالى. انت الجبالي؟ ده بقى صاحب اشهر اسم اللي قاله الكابتن محمود بكر تقريبا في كل مباراه 10 مرات، فهو ده احمد البرجاوي. كنت الاول زعلان مني، كل شويه تقول لي يا كابتن بلاش تقول اسمي عشان الناس ما تعرفنيش. ما تقولش اسمك، الناس ما تعرفش. بس انا عاوز فين المعدين يا جدعان؟ تعالى عماد يوسف. استاذ هاني انا بشكرك على البرومو. عماد وكريم وحازم. عماد يوسف سيب اللي في ايدك وتعالى. هو ايه، عاوز عزومه ولا ايه؟ ده اوردر. ده محمد الجبالي. الجبالي اهو. تعالى يا محمد. استاذ مصطفى جيب له كبسوله احسن، بيقطع القمصان، يروح راشق لك كده وبعد البتاع يقطعها. هو اللي بيركب المايكات ويقطع القمصان. طه والكابتن عصام والكابتن بكر. فهو ايده حنينه جدا، ما تحسش بيه. وهو بيركب لي السماعه ايده حنينه جدا، فلدرجه ان انا طلبت منهم يعني الراجل عشان السماعه ما تثبتش ما يجيب شاكوش معاه كل مره. طبعا هو انسان هايل جدا، كل القناه بتحبه، عشان كده كلهم بيحبوا شاكسو فيه. فريق الاعداد اهو، حتى الطيبه باينه على وشه. عماد يوسف رئيس تحرير البرنامج. طبعا عماد يوسف لسه يعني عماد يوسف لسه جاي من الملعب يعني ولا ايه؟ لسه جاي من الملعب عماد يوسف. حازم فين؟ من الجنود المجهولين. فين حازم؟ فين كريم فين يا ابني؟ كريم وحازم. التورتايه دي
بلاستيك من غياب. خلص الشغل. لا لسه بيحضروا، ما انت طالب احصائياتك كده. طبعا جه ميعاد تقطيع التورته. اتفضلوا دكتور اتفضلوا. محمود حنفي. لا لا اتفضل يا دكتور. كابتن عصام، كابتن يا خالد، كفايه تواضع، تعالى. اتفضلوا. اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه كده بالتسميه. هنذبح تعالى كابتن مصطفى. مايك يا استاذ مصطفى. عايزه اقول ان استاذ مصطفى خد معايا ريسك رهيب جدا يعني ايه؟ في البدايه. احنا عايزين نقول لكم كلمي ان عربي. احنا لما طلعنا بالقناه دي يوم 12/3 كان استاذ مصطفى واخد معايا ريسك فظيع قوي ان كل القناه انا واسامه اقل من 30 سنه كلهم لسه شباب خريجين جداد. دي سعادتنا يعني الاكتر ان احنا نجحنا وكلنا كنا شباب مع بعض. ايه؟ طبعا انا بشكر بصراحه كل فرد في الاداره الهندسيه، لان احنا اخترنا مهندسين كلهم كان ما زال حتى الان في منهم لسه طلبه في كليه هندسه وعملوا وما كانوش لسه اتمرنوا على السيستم الجديد اللي احنا استخدمناه في الاستوديو الجديد وابدعوا. فبصراحه يعني رامي ربيعه يعني بالظبط. فنفس الكونسبت اللي حصل في فريق الاهلي في الكوره اتطبق في قناه النادي الاهلي. والمونترين والبلاي اوت كلهم كانوا شباب، كلهم اقل، كلهم اتدربوا معانا. طبعا عايزين ندي فرصه للناس اللي ما ظهرتش في البرامج الاخرى يظهروا لتكافؤ الفرص. طبعا ان شاء الله في نهايه لا انت تطلع فين بقى؟ في نهاية ان شاء الله كل برنامج من الاسبوعين اللي جايين قبل رمضان هيكون في برضه تورتايه حلوه لكل برنامج، لان كل برنامج دي ولا هنجمدها. ما هي دي اصلا بلاستيك يا كابتن، مش جاي هنا دي ديكور بس يعني. ان شاء الله هيكون في ميديا سبورت دكتور بس تحط ايدك حضرتك في كل البرامج ان شاء الله. وبعد كده الارسال هيقطع عشان دي رايحه لبرامج اخرى. ما تقطعش بجد يعني بص حضرتك هنروح عاملين كده. ايوه كات يا برجاوي. تصبحوا على خير. يا جماعه ده قطع حقيقي. لا بسم الله الله اكبر. ونامل ان هذا النسر سوف يظل محلقا في سماء البطولات باذن الله تعالى. ممكن بس كمان استغل الفرصه. خد الجناح. عايزين كلنا كمان او حته من السن. ممكن بس يا تاخد النسر كله يا بلاش. عايز استغل الفرصه ابارك بس الاثنين من عندنا تو كابل. هاجر وعمرو غنيم هيتجوزوا، الاثنين بيشتغلوا في قناه الاهلي. وفي نسمه واسلام ان شاء الله برضه هيتجوزوا كلهم الشهر ده، فعايز ابارك لهم. وفي برضه احمد سامي المشهور بكوارث طبعا مش موجود معانا في الشغل جدا. لا ده حالة الجواز ده في القناه. ده كوارث ده هيطلع. بس مش عايزين. واحمد جمال واميره ان شاء الله كمان يعني هم وعمر كمان يعني بالمناسبه. وطبعا عاوزين نلم فلوس بس. من الناحيه الثانيه اول قطعه للاستاذ مصطفى جمعه. محمد عاشور. ايه؟ باشمهندس قد الدنيا. اول قطعه للاستاذ مصطفى. عاوزين كابتن خالد، كابتن عصام، كابتن زكريا يشاركونا التقطيع. التقطيع بقى من هادي. كابتن عصام هيقطع عشان الكابتن محمود بكر جنبه نمره 1. انت اشول يا كابتن؟ اشول؟ لا علشان بس الصوره يعني عشان ما احطش ايدي عليك. لا ولا يهمك. هو خايف على البدله ماشي. سنة كمها تفيني. ايوه حلو قوي. عشان الصدر. حته وركه ايه؟ احنا بهدلناها. لا والله. خالد وزكريا. تعالى يا زكريا. انت يلا. هو زكريا ايسر. مبروك. اعصر من غير اليمين. هو اعصر. مبروك يا شباب. لا مفيش اعصر هنا. مبروك يا شباب. شوف ما تهزش جامد. ايدي اليمين جامده شويه. الراجل اللي تحت تعب. الراجل اللي تحت تعب. نقدر نقول مع اخر قطعه يصبحوا على خير. نقدر نصبح على خير. موسم نتمنى نكون ان احنا كنا فيه عند حسن ظنكم. ممكن بقى ناكل التورتيه براحتنا. تصبحوا على خير. مبروك الاهلي.
مبروك لكل مبروك جماهير كل سنه مصر. طيبين.